قد يوحي هذا المشهد لمن يناظره للوهلة الأولى من بعيد بأن الأغنية تنضح بالمديح النبوي وأن صاحبتها تشع نورا بالوقار والالتزام الروحي والجسدي، لكن بمجرد أن تطرق مسامعك كلمات الأغنية وتصلك الصورة بأدق تفاصيلها، تدرك يقينا أن هذا السيناريو المحبوك لم يكن أبدا محض مصادفة أو سوء تقدير لعواقب الأمور، بل هو استفزاز مقصود لما تبقى من الضمير المسلم الحي، سواء من أصحاب هذا العمل أو الجهات الرسمية التي سمحت به. لقد جمع هذا المشهد شتى أنواع الإساءات للدين التي يمكن للمرء أن يتخيلها، فلا هي احترمت بكلمات أغنيتها الغرامية الموقع ذي الرمزية الدينية لدى المسلمين، ولا هي قدرت قدسية الرسالة التي تنبعث من المآذن التي جعلتها خلفها ظهريا، ولا هي راعت أدنى ضوابط الحجاب الذي ارتدته شفافا واصفا لأدق تفاصيل جسدها المتراقص، وفوق كل هذا وذاك تجرأت أن تجسد هذا المشهد المقزز فوق سجادة صلاة مستقبلة القبلة نحو رب يعلم سريرتها وسريرة من أوحى لها بهذا المشهد القذر.